بدأنا الباب المسألة الخفين. المسألة تحديد المحل الممسوح من الخف. المسألة الثانية الثالثة المسألة الثالثة وأما نوع محل المسح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. نحن كنا في باب المسح على الخفين، وأخذنا الاختلاف في جواز المسح على الخفين، وذكرنا أن الجمهور على جواز المسح على الخفين، وذكرنا دليلهم. ومن العلماء من يرى أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء، وكان الإمام مالك رحمه الله يرى هذا في بداية الأمر حتى جاءه الحديث الذي رواه أحد الصحابة الذي أسلم بعد نزول سورة المائدة، فعرف أن آية الوضوء ليست ناسخة لمشروعية المسح على الخفين. ثم ذكرنا محل المسح، وقلنا إن أصح الأقوال أن محله وفوق الخف وليس أسفله، وقد جاء الأثر الصحيح في ذلك، وهو ما رواه علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ومنهم من جمعوا بين القولين فقالوا الواجب هو المسح الأعلى، ومسح الأسفل مستحب. قاسوا أسفل الخف بأسفل القدم في الغسل، قالوا لأن الغسل ينال أعلى الخف وأسفله، وكذلك المسح نائب عن الغسل، فيكون المسح أسفل الخف أيضا مشروعا. قلنا الراجح إن
المسح إن الإكثار على المسح على أعلاه والأولى. المسألة الثالثة: وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين. الجورب هو نوع من النعال يصنع من الجلد، ويكون الجلد خفيفا. الخف أيضا يصنع من الجلد، لكنه جلد قوي متين أغلظ من الجلد المصنوع للجورب. وهل يجوز المسح على الجوربين؟ فأجاز ذلك قوم قياسا على الخف، ومنعه قوم لأنهم يقولون لا قياس في الرخص، والمسح على الخفين رخصة لا يقاس عليها غيرها. وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. وأعتقد أن الإمام أحمد أيضا ممن أجاز ذلك. وسبب اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث كما ذكره المحقق أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في الكبرى. كلهم من طريق سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن الشرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وقال الترمذي حسن صحيح، وكذلك صححه ابن حبان بإخراجه في صحيحه. ويؤيد ذلك ورود المسح على الجوربين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني كما ذكره صاحب نصب الراية، كلهم من حديث ابن سنان عن الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وقد أشار إليه الترمذي تعليقا، وذكره أبو داود تعليقا، وقال إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي. والضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى منقطع. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عن أبي موسى الأشعري مرسل. وعيسى بن سنان. وقال الحافظ في التقريب ولين الحديث. وقال البصيري في الزوائد الضحاك لم يسمع من أبي موسى، وعيسى بن سنان لا يحتج به. وقد ورد من حديث بلال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو معروف بالتدليس، ومن رواية يزيد بن أبي يزيد
وأيضا متكلم فيه عن كعب بن عجرة عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين. وذكر عدة أحاديث لا يحتاج أن أسردها كلها. بعضها عن براء مسح الجوربين مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة وسعد بن سعد الساعدي وعمرو بن حريث. وروي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس. وقال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. القول بالمسح على الجوربين هو القول الصحيح، قياس الجوربين على الخفين وكذلك النعلان هو القول الصحيح لما ذكرناه من الأحاديث. وبعض الأحاديث يعني الحديث الأول صححه الإمام الترمذي يقول حسن صحيح، وكذلك ابن حبان أورده في صحيح وغيرهم مع الشواهد التي ذكرناها. فالحديث ولو كان ضعيفا ضعفا منجبرا يتقوى بالشواهد والمتابعات، وقد جاءت الشواهد تقوي. السبب الأول في الاختلاف هو اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في المسألة الجوربين والنعلين. بعضهم صححوا هذه الآثار وأخذوا بها، ومن صحت عنده هذه الآثار فيجيز المسح على الجوربين والنعلين، ومن لم يصح عنده هذه الآثار لم يقل بذلك، أو اعتل بأن الرخص لا يقاس عليها. وأيضا في سبب آخر يقول واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها ولا يتعدى بها محلها. هناك عبادات معلولة يعني لها علة ظاهرة واضحة منضبطة يقاس عليها ما شابه المسألتان إذا اشتركتا في العلة اشتركتا في الحكم. ولكن هناك عبادات غير معقولة المعنى والعلة في مشروعيتها غير ظاهرة لنا، فهذه لا يقاس عليها. لذلك لا يتعدى بها محلها، أي تحصر في المورد، يعني يحصر النص في مورده، يعني فقط يستعمل في المسألة التي ورد فيها ولا يقاس عليها غيرها. هذا هو حصر النص في مورده أو عدم تعديته محله. تعدية النص محله وأن يعني النص ورد مثلا نأخذ في الخمر، نأخذ الخمر قد ورد تحريمها نصا، أليس كذلك؟
والعلة في التحريم ظاهرة منضبطة وهي الإسكار، وتعدى الحكم محل النص، فقيس على الخمر المسكرات والمخدرات، كل ما أسكر ولو سمي لبنا أو سمي عسلا فهو حرام، لأنه شارك الخمر في العلة وهو الإسكار. وكذلك المخدرات لأنها تسكر فأيضا هي تقاس على الخمر، فيلحقها حكم الخمر وهو التحريم. العلماء يختلفون كثيرا في مسائل الخلاف، مسائل القياس عفوا. وأنتم تعلمون أن الظاهرية لا يقولون بالقياس، هم يسمون نفاة القياس، وهم يسمون الذين أخذوا بالقياس بالقياسين. الذين أخذوا بالقياس وهم الجمهور، وقولهم هو الصحيح، القياس حجة شرعية ثابتة. اختلفوا في بعض المسائل في إثبات القياس فيها تبعا لاختلافهم في العلة. ما هي العلة في الأصل؟ لو أخذنا الآن علل الربا، أصول الربا هي 6: الذهب والفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. هذه هي أصول الربا. أما الذهب والفضة فعليتهما مختلف بين المالكية والجمهور. الجمهور يقولون الوزنية الثمنية، والمالكية يقولون العلة فيهما أنهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات. أما الأصناف الأربعة الباقية وهي المطعومات فاختلفوا في العلة فيها، مع أنهم اتفقوا أنها معلولة، يعني فيها علة. الحنفية ذهبوا إلى أن العلة فيها أنها إما مكيلة أو موزونة، فكل ما يقال أو يوزن ولو لم يكن طعاما فيكون مالا ربويا فيدخله الربا. المالكية قالوا العلة في هذه الأربعة الاجتيات والادخار، فكل ما كان مقتاتا مدخرا، طبعا هذا لا يكون إلا في المطعومات، فيلحق بهذه مثل الأرز والذرة والفول والعدس واللوبيا والجلجلان وما إلى ذلك. أما الشافعية وذهبوا إلى أن العلة في هذه الأصناف الأربعة الطعم، فكل ما كان مطعوما فهو يلحق بهذا فيدخله الربا ولو لم يكن مقتاتا ولا مدخرا، حتى الخضروات وحتى الفواكه وما إلى ذلك. أما الحنابلة فقالوا العلة فيها إما الكيل والطعم وإما الوزن مع الطعم. هذا فقط أنا أتيت بهذه الأمثلة لقوله ولا يتعدى بها محلها. تعدية النص محله أو مورده هو القياس، فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه.
بعض العلماء الذين قالوا لا يقاس على الخف غيره، يعني فقط المسح على الخف فقط، لا يمسح على أي شيء آخر غير الخف، إما أن يكون هذا الحديث الذي ذكرناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخف على الجوربين والنعلين، يكون هذا الحديث لم يصح عنده، فإذا لم يصح عنده لا يأخذ به، فإذا لم يأخذ به ما في دليل آخر غير هذا إلا القياس. إذا انضاف إلى ذلك أنه لا يرى القياس أو لا يرى أن يقاس على الخف غيره، قال خلاص فقط المسح محصور على الخف فقط، أو الحديث لم يبلغه حتى يعرف هل هو صحيح أو ليس صحيحا، ما بلغ الحديث. ونحن نعرف أن الأحاديث كلها لم يستوعبها الأئمة أبدا، ما فيه عالم استوعب كل الآثار، فقد يفوته بعض الأحاديث كما ورد عن الإمام مالك أنه كان ينكر تخليل بين الأصابع، حتى ذكر له طالبه عبد الله بن وهب أثرا صحيحا رواه بسنده، فقال الإمام مالك والله هذا أثر صحيح أو حديث صحيح ما بلغني إلا الآن وأنا أقول به. فإذا كان الإمام لم يبلغ الحديث فهو معذور. وإذا انضاف إلى ذلك أنه لا يرى قياس غير الخف على الخف، قصر المسح على الخف فقط. ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. نعم، من صح عنده هذا الأثر أخذ به ومسح وأجاز المسح على الجوربين. أو نقول الحديث ما بلغه أو ما صح عنده، لكن هو جوز القياس على الخف غير الخف، يستدل بالقياس إذا يقاس الجوربين والنعلين على الخف لأنها تشترك في العلة. العلة في المسح على الخف ما هي العلة؟ المشقة في تكرار نزع الخف ولبسه. هذه المشقة هي التي جعلت الشريعة ترخص في المسح على الخف. أليست هذه المشقة أيضا موجودة في الجوربين والنعلين؟ إذن من أجاز القياس إذن يرى أن يقاس على الخف غيره. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان، أعني البخاري ومسلما، وصححه الترمذي. هو دائما يورد هذه المقولة، هذا لم يخرجه الشيخان أو ليس في الصحيحين. هذا لا يضيف الحديث في حد ذاته. كون الحديث لم يخرج في الصحيحين لا يجعله ضعيفا، وقد يأتيه الضعف من جهة أخرى، لأن الأحاديث الصحيحة ليست محصورة على ما في صحيحين فقط، أليس كذلك؟ ليست محصورة في هذا. عندك صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، والأحاديث التي وردت في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد
أكثرها يعني نقول 90% 95% كلها صحيحة. طبعا وبعضها موجودة في الصحيحين، لكن التي ليست موجودة في الصحيحين 90% منها صحيحة. إذن كون الحديث لم يرد ولم يخرج في الصحيحين ليس مطعنا في الحديث، سيما هو بنفسه اعترف بأن الترمذي صححه. يقول أيضا هناك سبب ثالث للاختلاف، يقول ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد. عن مالك في المسح عليهما روايتان، إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز. أيضا الجوربان المجلدان يعني جلد يعني أو المحفوفة بالجلد. مجلد إما أن يكون مصنوعا من الجلد أو أن يكون مصنوعا بشيء آخر لكن غطي عليه بالجلد، في الداخل ليس جلدا لكن في الأعلى جلد والمجلد، وذلك هذا قيل مجلد أن هنا الجلد الآن ليس جلدا، لكن سابقا الذي يغطى هنا وراء يكون جلدا، أن ما كان عندهم هذه المادة هذه الخامة الورق المقوى مثل هذا. نعم. يقول لتردد هنا نعم لتردد الجوربين المجلدين بين الخف وبين الجورب أو الجورب غير المجلد. إذا كان الجوربان مجلدين فهما إلى الخف أقرب، وإذا كان غير مجلدين يعني من بلاستيك مطاط أو من خامة أخرى غير الجلد يكون بعيدا عن الخف من حيث الصنع ومن حيث المادة الخامة التي صنع بها الجورب. لأن الجورب نوعان، هناك جورب مجلد وهناك جورب غير مجلد. أما إذا كان مجلدا فالمفترض أن لا يكون فيه أن لا يجري فيه هذا الخلاف، لأنه بمعنى الخف صناعة، وإن كان الاختلاف في الاسم، والاختلاف في الاسم لا أثر له. الاختلاف في الاسم لا أثر له، ينظر إلى الصورة والهيئة والحقيقة. مثلا لو سمى شخص نوع من الخمر سماه العسل المصفى، هل هذا له أثر؟ هذا يجعله حلالا. لو سمى اللبن قال هذا ويسكي، هل هذا يحرمه؟ حتى لو كتب وضع في قارورة لبنا ثم كتب عليه تونتون سكول، يحرم؟ لا يحرم، لمن عرف أن في داخل الزجاج لبنا. وإذا وضع تونتون سكول الخمر في زجاجة ثم كتب عليها
فانتا لا يحلل. إذن كون هذا يسمى خفا وهذا يسمى جوربا، إذا كانت الصناعة واحدة وهو يغطي ما يغطيه الخف من النعل وهو من الجلد، فلا أثر لاختلاف الأسماء. المفترض لا يكون فيه خلاف، المفترض أن يجري الخلاف في الجورب الذي ليس مجلدا وفي النعل. يقول عن مالك في المسألة الجورب روايتان، إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز، وأكثر المحققين في المذهب على رواية الجواز، وأكثر القدامى من المذهب على رواية المنع. أكثر العراقيين مالكية العراق ومالكية بغداد على الجواز، وأكثر مالكية قيروان والأندلس على المنع. والصحيح هو الجواز إذا استوفت الشروط، يعني الجورب والنعل إذا استوفى الشروط فالصحيح أنه يجوز المسح عليهما. شروط أن يكون يغطي محل الغسل، وأن يتجاوز الكعبان، وأن لا يكون فيه خروم، وأن يكون طاهرا، وأن يلبسه على الطهارة المائية التامة الكاملة. المسألة الرابعة: وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المنخرق. الخرق فيه خروق، فيه شقوق، فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع، يعني الظاهر من القدم أن يكون أقل من موضع 3 أصابع، هكذا حدد أبو حنيفة، وهذا التحديد ليس عليه دليل. وقول المالكية أن يكون يسيرا، وهذا اليسير الذي لم يحدد كيف نحدده؟ منهم من قال نحيله إلى العرف والعادة، فما كان في العرف والعادة أنه يسير فهو يعتبر يسيرا، لأن ما لم يحدده الشرع يحدده العرف والعادة. وقال قوم يجوز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا، وإن تفاحش خرقه. ومما روي عنه ذلك الثوري. ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. الشافعي يقول يمكن أن يكون الخرق في مؤخر الخف لكن لا يكون في مقدمه، يعني في عند أطراف الأصابع، هذا يسمى مقدم عند الأصابع. يقول إذا كان في الخلف يمكن أن يكون في خرق يسير ويمسح عليه، أما إذا كان الخرق يسير في مقدم الخف يقول لا أدري من أين أخذ التفريق بين المقدم وبين المؤخر، تفريق بدون مفرق. صحيح أنه يمسح عليه
ما دام يسمى خفا، ما دام يلبس ويلبسه الشخص ويمسي به ويقال هو لابس الخف، ولو كان مخروقا. خف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تكن فيها خروق مع مسكنتهم ومع كثرة مشيهم في الجهاد وفي الفيافي وكذا؟ حتما أنها مخرومة، لأن الأحوال وقتئذ تختلف عن أوضاعنا الآن. إذن فكانوا يمسحون عليها مع أنها مخروقة. وسبب اختلاف في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخف في نزع الخفين، في نزع. من عنده نزع؟ ها؟ عندكم نزع؟ هو صحيح، أنا عندي نوع في نزع الخفين. فمن رآه لموضع الستر أو الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضه من المسح إلى الغسل. ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا، وهو مذهبنا. وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان هو ما يرى ما الاستحسان أحيانا يقولون في القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، هو ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع تعبيره. لكن ليس هذا تعريف ليس دقيقا. ومنهم من يقول الاستحسان هو وما ترجح من الدليلين، هذا أولى. وأنتم تعرفون أن الإمام الشافعي يقول من استحسن في الدين فقد شرع، من استحسن فقد شرع في الدين، فلا يرى الاستحسان. نعم، إذا كان الاستحسان بأنه يعني يقدم يعني يحسن بعقله ويقبه بعقله، فهؤلاء عقلانيون، هؤلاء يشرعون بالعقل. العقلانيون المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وما إلى هؤلاء الذين قدموا العقل على النقل، نعم يستحسنون بعقولهم ويستقبحون بعقولهم. فنعم من استحسن بهذا المعنى فقد شرع. أما إذا كان الاستحسان هو أخذ أقوى الدليلين، هذا هو المطلوب. يقول ورفع للحرج، فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروج كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لا ورد ونقل عنهم. قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، هذا هو الصحيح. أنه لماذا هذا الخلاف؟ يقول هذا الخلاف هو في العلة. ما هي العلة؟ العلة للمسح على الخف. هل هو لأن الخف يمسح عليه لأنه ستر محل الغسل الآن، لا يرى الآن محل الغسل، خلاص الآن اكتفي بالمسح على ساتر، أو ليس هذا، إنما هو لمشقة نزع الخف ولبسه على التكرار. فمن يرى أن العلة هي
كون الخف قد ستر محل الفرض وهو محل الغسل، يقول إذا خرج وظهر محل الفرض خلاص انتقل الآن الفرض من المس إلى الغسل، ولا يمكن أن تمسح جزءا وتغسل الجزء الآخر، لا يجمع بينهما في قدم واحد. إذن هؤلاء قالوا خلاص إذا خرج فانتقل الفرض من المس إلى الغسل فينزع ويغسل الرجل. ومن رأى أن العلة هي مشقة النزع وكذا، حتى لو كان مخروقا أو مخروما فيجوز المسح عليه، لأن العلة موجودة هي المشقة. طبعا العلة تدور مع الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما. ثم هو جاء بكلام لطيف هو صحيح، هذه مسألة مسكوت عنها، الشارع سكت، فلماذا نحن نخوض فيها؟ عندما سكت نحن أيضا نسكت، فهو من رحمة الله سبحانه وتعالى نسكت ونمسح على الخف المخروق، أنه ما ورد أننا لا نمسح إلا على خف صحيح. فلو مع عموم البلوى، يعني عموم الابتلاء، عموم البلوى يعني كثرة استعمال الناس الخف في ذاك الوقت، مع أنها لا تسلم من الخروق، هذه الأمور كلها موجودة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. لو كان ممنوعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الناس يمسحون على خفافهم وبعضها لا تسلم من الخروق، كما قال سفيان الثوري، نبين، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إلى أين نذهب؟ ينتهي الباب عند التوقيت؟ لا خلاص، هل نتوقف هنا ونأخذ درس الفرائض؟ ماشي؟ أو تريدون أن نأخذ التوقيت؟ توقيت طويل. طيب ما في مشكلة، نأخذه سريعا. توقيت المسح على الخفين. المسألة الخامسة: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا قد اختلفوا فيه. التوقيت هو هل له حد ينتهي إليه المسح من وإلى، هذا هو التوقيت. هل يمسح يوم أو يومان، 3 أيام، 4 أيام، أو ليس له حد، ليس مؤقتا. الفقهاء اختلفوا في ذلك، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، يعني لابس الخف يمسح عليهما ما بدا له، شهر، شهرين، سنة، ما في مشكلة، يعني لا حد. يقول وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة. هذا مذهب الإمام مالك، ولكن له رواية مع الجمهور، الرواية التي ستأتي الآن. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن ذلك مؤقت، كذلك الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه. وسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك 3 أحاديث، 3 أحاديث. أحدها حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني جعل مدة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام مع لياليهن، وجعل للمقيم مدة المسح يوم وليلة
إذا كمل اليوم والليلة 24 ساعة ينزعهما، وذاك إذا كمل 72 ساعة ينزعهما، ثم يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه، ثم يعيد لبسهما، ثم يبدأ المسح إذا أحدث بعد ذلك. يقول خرجه مسلم. الثاني حديث أبي بن عمارة أو عمارة أنه قال يا رسول الله أأمسح على الخف؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم، حتى بلغ 7. ثم قال امسح ما بدا لك. خرجه أبو داود والطحاوي، وهو حديث معلول كما عهدته، لا أدري ماذا قال فيه هو، لكنه حديث أعتقده أنه معلول. لا. نعم، هو الحديث معلول هنا، ما ذكر الحديث، ذكره وراء هنا، لأنه في هنا عند خرجه أبو داود أنه ذكر الحديث هنا، لأن في صفحات كثيرة جدا كلها في التخريج، الحديث مخرج هنا. وهنا ترجمة للإمام أبو داود سليمان بن أشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني، ولد سنة 200 وطوف وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر من خلق كثيرين، وقد روى عنه السنن ابن داسة واللؤلؤ وابن الأعرابي وأبو عيسى الرملي. قال ابن حبان، هذا الذي لفت نظري، قال ابن حبان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، توفي سنة 275 بالبصرة. تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، الكاشف، جرح والتعديل. المهم الحديث معلول، هذا الذي عهدته أنه ذكره وراء هنا. وحتى لو كان وعلى فرض أنه صحيح، الجمهور لهم جواب عليه. قالوا نعم، يمكن أن تمسح يوم، يومين، 3 أيام، 4 أيام، 7، 10، لكن إذا كنت مقيما ومسحت يوما وليلة تنزع، ثم تتوضأ، تغسل رجليك، ثم تلبس، ثم تمسح أيضا، وتستمر هكذا إلى أبد الآبدين. وإذا كنت مسافرا ومسحت عليهما 3 أيام بلياليهن، تنزع مرة، تغسل رجليك، تتوضأ، تغسل رجليك، وتعيد لبسهما، ثم تمسح، وهكذا. لأن ليس في الحديث ما يدل على أن المسح بالاستمرار، ليس هناك ما يتخلل من نزع الخف والوضوء واستعمال الوضوء وضوءا كاملا ثم إعادة اللبس، ليس في الحديث ما يدل على ذلك. والثالث، الحديث الثالث حديث صفوان ابن عسال قال كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط.
هذا الحديث أيضا فيه تحديد، هو يؤيد الحديث الأول حديث علي، يعني كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، ألا ننزع الخفاف لأجل البول أو لأجل النوم أو لأجل الغائط، بل نتوضأ ثم نمسح عليهما إلا من جنابه. هكذا كان السياق، يعني فأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن من بول أو نوم أو غائط إلا من جنابه. طبعا إذا أصاب الإنسان جنابة فلا بد أن ينزع الخف ولو كان لبسه الآن، لأنه مطلوب منه أن يغسل جميع جسده. يقول أمرنا، ما الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأما حديث علي فصحيح خرجه مسلم، وأما حديث أبي بن عمارة فقال فيه أبو عمر بن عبد البر، الله أكبر، هذا الرجل انظروا ترجمته، هذا المالكي، يقول يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري قرطبي المالكي أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب بحاثة، يقال له حافظ المغرب، ولد بقرطبة سنة 368 وتوفي بشاطبة سنة 463. من تصانيفه الدرر في اختصار المغازي والسير والاستيعاب، جامع بيان العلم وفضله، المدخل في القراءات، وبهجة المجالس، وأنس المجالس، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، والإنباه على قبائل الرواه، والإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف. في كتب أخرى لم يذكرها لكن اكتفى بهذا. يقول انظر الأعلام للزركلي وفيات الأعيان، بغية الملتمس. فهذا الرجل رجل عجيب، وعاء من أوعية العلم. ترجمه أحد علماء الشافعية فقال عجزت النساء أن يلدن مثله بعد ولادته. هذا الرجل يقول، يعني يحكم على الحديث الآن، حديث أبي بن عمارة، يقول إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. شوف الإنصاف، هذا مالكي الآن يرد المالكية، يرد دليل أنه يتمسكوا بحديث ضعيف. قال هذا حديث لا يثبت، يعني ليس ثابتا، ليس قويا، ليس صحيحا، وليس له إسناد قائم. إذا قال فلذلك لا ينبغي أن يعارض به حديث علي، وحديث علي صحيح، هو في صحيح مسلم. وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث، الترمذي وأبو محمد بن حزم، هؤلاء صححوه، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي، يعني بدليل الخطاب هو يوافق، بدليل خطابه يوافق حديث علي ويعارض حديث أبي. إذا حديث أبي بن عمارة عورض بحديثين صحيحين، حديث علي وحديث صفوان ابن عسال. وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة
نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد. هو يريد أن يدافع عن المالكية مؤلفنا، يريد أن يدافع، يقول يحتمل نجمع بين الحديثين، يعني بين طبعا حديث علي وحديث صفوان يعتبر في جانب واحد، وحديث أبي بن عمارة في جانب آخر. يقول حديث علي وحديث صفوان خرج مخرج السؤال عن التوقيت، كأن الصحابة سألوا كم أيام نمسح على خفافنا، فأجاب على هذا التوقيت، أجابهم على هذا التوقيت. وحديث عمارة نص في ترك التوقيت، سأل عن التوقيت فالرسول مشى به، يعني نص على أنه ليس له وقت لو كان ثابتا، لكن يقول لم يثبت بعد. متى يثبت؟ في القرن ال25. فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان وهو الأظهر، إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس. أنت ذهبت حتى قطعت شوطا ثم رجعت، يقول يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة، لأن النواقض هي الأحداث. يقول الطهارة لا يوقت بوقت، يقول الطهارة إذا انتهى إلى هذا الوقت فقد انتقض فسد. هذا هو الأصل، هو القياس، يعني الطهارة لا تفطر إلا بالأحداث، والتوقيت ليس بحدث. يعني كونه الآن بلغ يوم وليلة للمقيم هذا ليس حدثا حتى ينقض هذه الطهارة. وكذلك كون المسافر قضى 3 أيام بلياليهن، بلوغه إلى هذا الأجل ليس هو الحدث في حد ذاته، لكن نقول له الآن القياس مع النص، لأن يقول دليل الخطاب ليس دليل الخطاب. حديث علي نص في محل النزاع ليس دليل الخطاب، لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة. هذا ليس دليل الخطاب، ليس مفهوم المخالفة، ونص في محل النزاع، لكن هداه الله يريد أن يدافع عن المذهب. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا منصفين آخذين بالدليل الصحيح مهما كان وأين كان ومن أي مصدر جاء. ما قال لأن هذا من المالكية أو من الشافعية أو من فلان أو من علان. لا عبرة بالقائل، إنما العبرة بالقول، إلا إذا كان الشارع. أما غير الشارع فلا عبرة بالقائل. لا نقول لأن فلان هو الذي قال هذا فهو صحيح، ولأن فلان هو الذي قال هذا فليس بالصحيح. كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قال فأعرف الرجال بالحق لا تعرف الحق بالرجال. نعم، نتوقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا دخلتم في الأسئلة
قد تأخذ الأسئلة الدرس الثاني، صح؟ طيب نعم، من يسأل؟ نعم. إذا كان مسافرا ولبس خفيه ثم أصابته الجنابة ولم يجد ماء يتيمم. الآن لا دخل للخف، سواء كان لابسا للخف أو غير لابس للخف، إذا أصابته الجنابة ولم يجد الماء يتيمم ويصلي. نعم. ضعف الحديث ضعفا منجبرا، يعني الضعف في الحديث له درجات. أحيانا يكون ضعف قليلا جدا، كأن يكون أحد الرواة يعني ينسى، لكن ليس متهما في عقيدته، وليس متهما في مذهبه ولا في منهجه، وليس متهما بالكذب والزندقة، لكن ينسى. مثلي الآن يعني ينسى، يقول دكتور كلمتك قبل أمس، أمس لا نسيت. مثل هذا الضعف ضعف خفيف، هذا انجبار جبر، هو يعني التقوية. يعني مثل إذا انكسرت اليد الآن، الجبائر، يعني يوضع هنا جبائر ويشد حتى تقوى وتعود، هذا هو الانجبار. جبر هو تكميل النقص، تكميل النقص. الحديث إذا كان ضعفه قليلا، هذا الضعف يتقوى إذا وجد شاهدا من حديث آخر، أو هذا الراوي الذي ضعف حفظه وجد متابعا، راويا آخر تابعه، فينجبر هذا الضعف ويتقوى ويصبح حديث على الأقل حسنا. فهمت؟ لكن هناك ضعف لا ينجبر. إذا كان الضعف، إذا كان حديث يقول هذا حديث منكر، يعني في سلسلة الرواة فيه راوي متهم بأنه رافضي، بأنه معتزلي، بأنه جهمي، بأنه كذاب، بأنه وضاع للحديث، هذا الضعف لا ينجبر. نعم. جربنا الآن الذي تصنع من كلاس، لا يعتبر نعلا نعال. نعم، يعني إذا كان مسدودا في كل النواحي، ليس مثقوبا، وأيضا جاء إلى على الكعبين، نعم، يعني يلحق به ويمسح. وكذلك الشراب. نعم. بين المحدود والمعدود. المحدود ما له أطراف، له حد ينتهي هنا وله حد ينتهي هنا، هذا محدود. أما معدود عد، هذا ما ليس له حد، ليس له حد، يتعدى من التعدية. ولكن هناك عد بمعنى 1 2 3 4 5،
هناك يكون أيضا معدودا. هذا معدود يعني يؤد 1 2 3 4، هذا معدود. والمعدود يكون بالأفراد، بأفراد يؤد هذا الفرد 1 وهذا الفرد 2 3 4. أما المحدود في الغالب هو قطعة واحدة يبدأ هنا وينتهي من هنا، أو زمن متصل، هو شيء متصل يبدأ من هنا وينتهي من هنا. نعم نعم خارج الموضوع. خارج الموضوع. ما هي نصيحتكم للطالب الذي يتجرأ على الفتيا في بداية طلبه؟ يسأل عن مسائل يراها بسيطة فإذا فيها خلاف طويل مريض ويفتي بكل جراءة. نصيحتي لمثل هؤلاء الطلبة أن يتقوا الله ويتركوا الفتوى. الفتوى لها رجالها وليس بالأمر الهين، لأن الإفتاء في مسألة يحتاج إلى الإحاطة بكل حيثياتها وبكل يعني إذا قيل بكل حيثياتها حيث الأدلة والقائلين بهذه الأقوال والتعليلات والردود وكذا، لابد أن تحيط بالمسألة إحاطة كاملة، وإلا قد تفتي في مسألة ما ويكون هناك نص يخالف، أو تبني فتياك على نص، لكن هناك نص معارض وهو أقوى. المهم في مجال الفتوى مجال تنزلق فيه الأقدام، ولا يقوم بالفتوى إلا علماء أكفاء لهم حصيلة علمية. فالأوائل كانوا يفرون من الفتوى، فلذلك أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين قال: أنتم تتهاونون بالمسائل وتفتون بالمسائل وترونها هينة، لو وردت هذه على عمر لجمع لها أهل بدر، ولكن نحن نرمي بس، هذا لا يجوز، هذا يجوز، هذا حرام، هذا لا يؤكل، هذا يؤكل، هذا كذا. مسائل نظنها خفيفة، لكن الأوائل يرونها كالجبال، لأنك إذا أفتيت على شخص وأخطأت في فتياك لقلة علمك ولعدم أهليتك بالفتوى فوزره عليك، ورد الحديث في ذلك. ونحن في زمن قل الورع وتجرأ الناس المتطفلون في العلم، تجرؤوا على العلماء، حتى العلماء لم يسلموا. فلان ليس له عقيدة، فلان ليس له منهج، فلان ليس له فلان ليس بشيء. عالم خدم الإسلام 50 سنة، كتب صنف وألف ودرس وأفتى وفعل وأنار للناس الطريقة، ودخل بسبب الناس في دين الله أفواجا، بل مئات آلاف
وأنت تأتي وأنت في بداية مرحلة طلب العلم تقول هذا ليس بشيء. سبحان الله. كأن الآن طلاب العلم الآن كأنهم هم الذين يتقبلون الأعمال، يعني قبول العمل كأن هذا الآن بأيديهم. هذا يعني عنده بطاقة، هذا خلاص خارج عن النطاق لا يقبل منه وكذا. هذا خطير جدا، هذا أمر خطير. فكل طالب علم يمكن أن يدرس بما أتقنه وأن يحاضر لا إشكال، لكن الفتوى والله ينبغي أن لا نتسارع فيها. في السعودية في المكان الذي نحن درسنا أساتذتنا الذين كانوا يدرسوننا إذا سألتهم في مسائل يقول لا أنا لست مفتي، اسأل الشيخ فلان، اسأل الشيخ فلان، الشيخ عبد المحسن العباد يقول يحيلونك إليه، أو شيخ محمد المختار الشنقيطي يقول اذهب إليه، اذهب إلى فلان وفلان. هو عالم يدرس في الجامعة، يدرس في مرحلة ماجستير مرحلة دكتوراه، لكن يفر يقول لا تستني لست بمفتي، اذهب إلى فلان وفلان وفلان. يعني علماء تسألهم مسائل تظنها بسيطة، أي أخي يحتاج يقول لك لا، اسأل شيخ فلان، هناك هيئة كبار العلماء اسألهم. أما نحن والمشكلة الفتوى قد تأتي في مسائل يعني مضلة همة، مسائل يعني معضلة. يعني الخطأ إذا وقع الخطأ في هذه المسائل قد يعود الويل والثبور على الأمة بأجمعها. واحد فقط يفتي هذا يجوز بدون أن يقارن بين المفاسد والمصالح، بدون أن يتأمل في العواقب والمآل. النظر في العواقب والمآل هذا من أهم الأمور التي يمكن أن يراعي فيه المفتي قبل أن يصدر الفتوى. لكن الله المستعان. نترك الدرس الثاني. وقت رسول في المسجد على الجوربين فأجاز ذلك قوم ومن أبو قوم، منهم من ذلك مالك وشافعي وأبو حنيفة. هكذا ذكر هنا. من أجاز أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة والسوي وإمام أحمد. ولكن ذكر ثلاثة أبو مالك وشافعي وأبو حنيفة في المنع الذين منعوا. وهو من جمهور الجمهور. هنا إذا أخذنا هذا الجمهور هؤلاء الذين منعوا، أنا ذكر ثلاثة من الأئمة، وذكر ذكر صاحبي أبي حنيفة وسفيان الثوري، أظن معهم إمام أحمد. لكن الحق ليس بكثرة القائلين، الحق بالدليل. إذن الدرس الثاني نؤخره إلى أجل غير